السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما المقصود بفيديوهات مصنفة للأطفال أو غير مصنفة للأطفال؟ الفيديوهات هي يعلم أولا هل الطفل عامل أساسي يعلم أو بطل أو هو صاحب الفيديو أو يدير أحد فيديوهاته في القناة. هل استخدام شخصيات كرتونية أو ألعاب زي نوعية ألعاب الأطفال العرايس أو أي نوعية الآخر موجود بين فيديوهاتك؟ هل موجود بين فيديوهاتك تقليد شخصيات عامة للأطفال، يعني هذه الشخصية مخصص للأطفال مثل مذيع أو مقدم برنامج أطفال؟ هل فيديو يتضمن ممثلين أو عارضين أطفال؟ هل اللغة المستخدمة في الفيديو موجهة تحديدا للأطفال؟ هل فيديو مثل تمثيل أو أغاني أو ألعاب المبسطة أو أنشطة متعلقة بالتعليم المبكر؟ هل يتضمن الفيديو أغاني أو قصص أو قصائد تجذب اهتمام الأطفال؟ وما هو طفل؟ وما المقصود بهذه القرار في اليوتيوب في أمريكا؟ الطفل كم يكون عمره؟ في أمريكا يكون الطفل عمرها أقل من 13 سنة. هذا بأنه يقولون فيها بأنه هذا مخصص للأطفال. لو كان أحد هؤلاء البنود اللي أنا قريته إذا موجود بأحد فيديوهاتك، شو تعمل وما هو الحل لهذه الموضوع؟ ندخل على الإعدادات بأبسط طريقة حتى نخلص نفسنا من المشاكل أو غلق القناة أو توقف الربح أو أي ما شابه ذلك. ندخل على القناة، الإعدادات المتقدمة. أول شيء إذا الفيديوهاتك كلها ليس تابع للأطفال تعمل، هو تابع للأطفال يعني قناتك مخصص للأطفال لازم تعمل نعم. أو إذا قناتك غير مثلا إنها غير مخصص للأطفال تعمل له نعم غير مخصص للأطفال. أو إذا من بين فيديوهاتك موجود بعض فيديوهاتك موجود أو تشك فيه بأنه هذا الفيديو تابع للأطفال وكيف أراجعه وكيف أرتبه، تعمل علامة صح هون ماشي، وبعدين تعمل حفظ إذا كان أو تشك بين فيديوهاتك فيها يعني كم فيديو للأطفال ماشي. يعني كل ما عليك هو تحديد هذه العلامة ماشي، تعمل حفظ ماشي. خلي أنا أرجعه لل ماشي. ندخل على فيديوهاتنا، هذا فيديوهات قناتي. أنا مثلا أريد نضغط على هون، بس لحظة يطلع لنا هذه الخيارات. نبعد هذا. مثلا أنا عندي أحد فيديوهاتي، هذا الفيديو مثلا وهذا الفيديو مثلا أشك فيه بأنه مثلا تابع للأطفال. هذا يعني حتى بأنه تعرف بأنه تشك بأي فيديو موجود في قناتك كيف تراجعه، وتدخل على كلمة الجمهور ماشي. نعم الفيديو مخصص للأطفال، لا الفيديو ليس مخصص للأطفال. أنت كل ما عليك تعمل على نعم الفيديو مخصص للأطفال. بهذا الشكل أنت تحدد فيديوهاتك يدويا وتخلص منه بشكل كامل وتخلص نفسك من أكبر المخالفات اللي موجودة، لأن برمجيات اليوتيوب والروبوتات اليوتيوب إذا انكشف عندك وأنت مخبي أحد فيديوهاتك بأنه تابع للأطفال أو فيديوهات ثلاثة وأنت مخبيها وما تحكي وما تعلم عليه، يمكن أول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة يمكن أو فيديو من فيديوهاتك يعني يعمل لك مشكلة لغلق القناة أو إنذار أو توقف الربح بقناتك. حاول بأنه تخصص كل ما هو عليك من قناتك، بأنه إذا تشك في أحد من الفيديوهاتك حاول بأنه تعمل بهذه العملية.
وخلص منها. ماشي. خلي انا كمان رجع. على كل حال، هو هذا فيديو اليوم حتى ما اطول عليكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات القادمة، ولكن انا اخليكم رابط هذه القرار اللي طلع من يناير هذه السنة 2020. اخلي لكم احد فيديوهات بانه القرار والبنود والمطالبات وكيفية العمليات بهذه الطريقة من موقع يوتيوب، انه كيف يطلب منك هذه العملية وشو المخالفات او المطلوب منك انت. يعني اذا تتفرج على هذه الفيديو بشكل اكثر، اخلي لكم رابط الفيديو باول التعليق وبصندوق الوصف ان شاء الله. هي هذا الفيديو موجود. كل ما عليك تضغط على هذه علامة حتى يكون بالعربي الترجمة، وتتفرج عليه إن شاء الله تفتهم منه أكثر وأكثر. وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات القادمة، ولا تنسونا باللايك والاشتراك من فضلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.